في منافسة كبيرة بتتم في السوق العقاري دلوقتي وخاصة أونلاين. ليه بقى؟ لأن كل الشركات عارفة إن بمجرد الموقع أو صفحات المشروع بقت في الصفحة الأولى، ده بيجيب زيارات كتيرة. مش بس كده، دي زيارات مهتمة وعندها قرار الشراء. طيب احنا هنستعرض مع بعض خطة لتحسين نتائج محركات البحث من 6 عناصر. أول عنصر احنا هنستخدم أدوات متقدمة ومهمة هتساعدنا بشكل كبير جدا إن احنا نبقى موجودين في نتائج البحث، زي سايت كيت وزي رانك ماث اس اي او، وهنشوف مع بعض ازاي نستخدم الأداتين دول. تاني حاجة عندنا هي استخدام أدوات مشرف المواقع عشان نخلي جوجل يفهم إيه محتوى الموقع ويجهزه للعملاء. لازم نتعامل مع أدوات مشرف المواقع. كمان هنكتشف عن طريق أدوات مشرف المواقع إيه هي الأخطاء اللي ظهرت في الموقع عندنا، ونبدأ نتعامل معاها بدري قبل ما جوجل ياخد إجراء بحظر الموقع أو إن هو يعاقب مشروع معين. تالت عنصر بقى عندنا هو تحديد الكلمات البحثية الهامة اللي بيبحث عنها عميل العقارات اللي عنده قرار الشراء وبيدور على حاجة تناسبه وبيقارن هنا وهناك. رابع حاجة عندنا هنتعرف على أهم أدوات تحليل الكلمات المفتاحية اللي هتدينا رؤية واضحة عن رغبات العميل واهتماماته. بعديها هنتعرف على تحسينات متقدمة وهامة هنطبقها على صفحة المشروع عشان نرفع فرص ظهوره في الصفحة الأولى بمحركات البحث. آخر حاجة في الخطة دي هو استعراض لأهم الأخطاء اللي ممكن تتسبب في تراجع نتائج البحث. في نتائج ممكن تتراجع ما نبقاش عارفين سببها إيه، في نتائج ومشروعات ممكن تختفي من محرك البحث وبرضه ندور على السبب ما نعرفوش. الموقع برمته ممكن يتعاقب وما يبقاش موجود في محركات البحث واحنا برضه ما نعرفش ايه الاسباب. هنعرف كل ده مع بعض خطوة بخطوة طبعا. النتيجة النهائية هتكون ان احنا هيبقى عندنا موقع عقاري قوي، معدل زيارات اعلى، عملاء محتملين، ناس هي اللي بتدور عليا مش انا اللي بدور عليها. هنتعامل مع عميل بيدور وعنده قرار الشراء، ودي اهم حاجة في الموضوع. خلي بالك هنا عايز ازود لك نقطة مهمة جدا عشان تعرف الفرق ما بين اعلانات السوشيال ميديا وجوجل والاس اي او. الفيسبوك والسوشيال ميديا دي اعلانات بتوصل لعملاء بناء على اهتمامات وسلوك احنا اللي بنحدده. هو مش جاهز لقرار الشراء، هو شاف الإعلان قدام منه وهيفكر وهيرد عليك. ده طبعا لو لقاه فرصة استثمارية كبيرة وحسب البادجت بتاعه وي إلى آخره. إنما إعلانات جوجل والاس اي او، هو جوجل بيقدم موقعك ومشروعاتك العقارية لناس هي اللي بتدور عليك وعندها قرار الشراء. مجرد ان هي بتشوفك وبتشوف مشروعاتك وبتقارن تشتري هنا ولا هناك، فرق كبير جدا. على المدى البعيد الاس اي او هيقلل التكاليف اللي بتصرفها على الاعلانات المدفوعة بنسبة 70%. هيجيب لك زيارات مستمرة ومستقرة. اخر حاجة عايز اقولها لك ان الخطة دي هتساعدك بنسبة كبيرة انك توصل للصفحات الاولى، ولكن انا بنبه اكتر من مرة ان احنا لسه عندنا advanced SEO for real estate، وده اللي هيخليك في اول 3 نتائج في الصفحة الاولى مهما كانت المنافسة. ولكن احنا بناخد الموضوع تدريجي. ركز بقى معايا عشان احنا هناخد الخطوات عملي خطوة خطوة لغاية ما نوصل للنتائج اللي ترضينا.